بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا بقالي فترة طويلة ما صورتش. انتوا عارفين طبعا، يعني اولا كان عندي مشكلة كبيرة في النت في المنطقة اللي احنا فيها، قعدت يعني بتاع شهر وزيادة كمان عبال ما انحلت المشكلة دي. فمعلش بقى على تأخيري عليكم، انتوا وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. انا بس النهارده عايزين نتكلم شويه على الموضوع. طبعا احنا الغلا والحاجات اللي احنا عايشينها دي، كل الظروف دي كل الناس عارفاها وكل الناس بتمر بيها وبتاع. فاحنا طبعا مش بنيأس خالص ولا هنيأس اصلا من اي حاجه. الحمد لله على كل حال. فاحنا مستمرين. اولا موضوع تربيه الطيور فعلا فعلا مرهقه جدا جدا لاي حد عنده طير. طبعا انا بالنسبه لي عندي شويه حاجات بسيطه، يعني مش كتير. لكن الناس اللي عندها طيور كتيرة جدا جدا الأمر صعب جدا بصراحة، ربنا يعينهم. آه، ف... فأنا بنحاول يعني إن أنا على قد بيتي الحاجات البسيطة ديت. هي برضو مكلفة جدا ومرهقة والله العظيم، بس احنا بنحاول برضو يعني نقول مع بعض كده طرق إن احنا نتفادى بيها. إن احنا نسيب الموضوع خالص، وإن احنا نمنعه. فبنحاول يعني ان مع بعض كده نعمل الحاجات اللي على قد بيتنا وكده بايسر التكاليف. فاحنا طبعا بنخف من البط. شايفين احنا كده النهارده انا بادين جايين نذبح النهارده اهوت. احنا بنخف من الطير يا حبايبي. اهوت البطه دي هنذبحها وهنذبح معاها ديكين بلدي النهارده. فعايزه اقول لكم احنا هنخف من الطير لكن بالنسبه لفكره البط وترقيد البط، عايزه اقول لكم فكره كده انا يا حبايبي ابتديت نعملها، وعايزاكم تعملوها انتوا كمان عشان الارهاق ومصاريف البط كتير. بالنسبه للبط السوداني، انا كنت قلت لكم قبل كده وصورته معاكم، وانا عندي بدل البطه قلت لكم 4 و5 بيناموا ويطلعوا. فلقيت الموضوع البط ده مرهق جدا بصراحه، وبتقعد 8 شهور يا حبايبي. بالنسبه للسوداني عبل ما بتطلع، الناس اللي بتربي عارفه، عبل ما بتبيض 8 شهور عبل ما بتبيض. ف8 شهور بتقعد تاكل وبعد كده تبيض وتطلع. محتاجه طبعا البط اللي هيطلع ده تصرفي عليه وتكلفي. كيلو العلف دلوقتي في حدود 25 جنيه. فالامر مش سهل. فانا عملت فكره كده بعملها يعني، وعايزه اقولها لكم ان شاء الله تنفذوها معايا. انا حبايبي دلوقتي بنيم البط على بيض فراخ، تمام كده. يعني مثلا هي نايمه على بيضها، باخد بيضها بعد ما بيضها دلوقتي، يعني اول ما بتبيض باخد البط اللي تحتيها الصغير ده، لو حد عايز يشتريه ببيعه له، تمام كده. البط الصغير لسه طالعه من تحت مامتها ب 10 جنيه. لكن انا مش هقعد اربي فيه 8 شهور ياكل وفي النهايه عشان يبيض لي وكده، لا، الموضوع مرهق بجد جدا بالنسبه للبط. طب اعمل ايه بقى؟ ببيع البط وبحط له بيض فراخ يا حبايبي. او لو عندي بطتين نايمين، وانا هوريكم مثل حي على الموضوع دوت. لو عندي بطتين نايمين بنفر البيض بعد اسبوع، والمليان كله بحطه تحت واحده، والتانيه بحط لها بيض فراخ. الفراخ يا حبايبي ترقدوها تحت تحت البط. بيض الفراخ يا حبايبي طلع الكتاكيت. الكتاكيت اسهل معانا في التربيه، وبتقعد 4 شهور بس و... وبتبيض. يعني انا بقى لما طلع لي البطه تطلع لي كتاكيت، نحط تحتها بيض كتاكيت بتطلع لي الفراخ. باخد من تحتها الكتكوت، بيقعد عندي يا حبايبي 4 شهور وبيبيض. فبالنسبه للفراخ اسهل بكتير، وموضوع يعني نافع ومعقول شويه. يعني احنا ممكن نكلف عليه ببساطه شويه عن اللهم صل على محمد، عن البط. فانا هوريكم برضو مثل حي على الموضوع دوت، عشان تعرفوا ان انا بعمل معاكم كل حاجه عملي، وعايزاكم يعني ما نقطعوش الموضوع. ما نقطعوش موضوع البط. بصوا يا حبايبي اهو قدامكم عملي اهو. شايفين هما البطاطين هما طالعين ياكلوا اهو، مراقدين دول. بصوا يا حبايبي اهو ده كان بيض. البطتين نايمين مع بعض، فريت البيض وحطيت البيض البط اهو على جنب لوحده، وجنب منه بيض الفراخ. يعني حطيت له واحده بيض فراخ والتانيه بيض بط. لما تطلع الفراخ امرها سهل. وقلت لكم بيض البط لما يطلع بط ان شاء الله هنبيع البط وهو صغير عشان ما يكلفنيش، ونستمروا ونحاولوا برضو نستمروا ما نيأسوش، ونكمل موضوعنا ونتكل على الله. وعشان يبقى عندنا مثلا نسبة بسيطة حتى من الطيور، النسبة ديت برضو ناكله ونشربوا منها. عندنا شوية بيض من الفراخ، عندنا شوية ديوك ممكن تتذبح زي ما انا هعمل النهاردة، هخفهم. بذبح في الديوك، بذبح في الحاجات اللي هي مش منتجة من الاخر.
وان شاء الله تعدي الظروف دي على خير. يعني مش عايزه الجماعه اللي بيربوا ييأسوا، احنا كلنا بنحاول وبنساعد بيوتنا، فما تيأسوش يا حبايبي. بس الحاجه اللي ملهاش لازمه او بتاكل، انا عندي ديوكه اخفها، الكلام دوت. لكن تربيه البط بعد كده حقيقي صعبه، صعبه جدا ومرهقه. فخلينا نطلع بيض فراخ واسهل لنا، وان شاء الله خير بامرك يا رب. وان شاء الله ربنا يشيل الغلا ده من علينا جميعا يا رب العالمين. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.